مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم راح أعمل جيلي لعشاق القهوة، جيلي القهوة اليابانية أو جابانيز جيلي كوفي. الطريقة كتير سهلة وما راح تاخد وقت في التحضير، والطعم عن جد خيال. وهلأ رح نبدأ بالمكونات. أول طبقة رح تتكون من 2 معلقة كبيرة من النسكافيه، و2 معلقة كبيرة من الجيلاتين، و2 معلقة كبيرة من السكر البني. طبعا بتقدروا تستبدلوا السكر البني بالسكر الأبيض أو العسل زي ما بتحبوا. وبعدين رح أضيف كوب الماء المغلي على المكونات ورح أخلطهم مع بعض حتى تدوب معي كل المكونات. وبعد ما نتأكد إنه دابت كل المكونات رح أضيف كوب ماء بارد، أو بتقدروا إنكم تضيفوا كاستين مي على المكونات وتحركوهم على الغاز حتى يغلي. بس أنا حسيت إنه الطريقة الأولى أسهل لأنه ما رح نحتاج وقت كبير عشان نستنى القهوة عبين ما تبرد. وبعدين رح أبدأ أصب القهوة في كاسات. رح أعبي 3/4 الكاسة بالقهوة ورح أترك الربع للطبقة الثانية. وبعد ما أخلص رح أحط الكاسات القهوة في الثلاجة ورح أتركهم من مدة ساعة لساعتين، ورح يكون معنا هيك القهوة جاهزة. وهلا رح أبدأ بتحضير الطبقة الثانية. رح أضيف 2 معلقة كبيرة من صوص الكراميل مع كوب كريمة سائلة. بعدين رح أحرك المكونات مع بعض حتى تتجانس الكراميل والكريمة. هون بس بدي أحرك لأني ما بدي إياها تتقل معي الكريمة، بدي إياها تضلها معي سائلة. بعدين رح أضيفهم على الكاسات الجيل القهوة اللي عملناها قبل. وهيك صار جاهز معنا جيلي القهوة اليابانية أو جابانيز جيلي كوفي. الطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة، ومنظرها كمان كتير حلو للتقديم. هلأ بالنسبة للطريقة اللي رح ناكلها فيها، رح أجيب معلقة ورح أبدأ أغرس فيها في كاسات الجيلي. رح أقطعها لمكعبات مثل ما هو مبين بالفيديو. رح أضلني أغرس بالمعلقة حتى يتقطع الجيلي ويدخل الكريمة لجوا وتتوزع. وهيك بكون صار جاهز معنا للأكل. عن جد لازم تجربوه، الطعم كتير كتير زاكي. وصحتين.